جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى عمى القلوب، أما عمى الأبصار فلا يضر. إذا رزق الله العبد الاستقامة والبصيرة والتفقه في الدين والعمل بشرع الله فلا يضره عمى بصره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أو كما قال رحمه الله: أرى بقلبي دنياي وآخرتي والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. فالمقصود أن العمى عمى القلب. أما عمى البصر فلا يضر العبد إذا جد في طاعة الله وتفقه في دين الله وتبصر، فقد يفوق غيره من الموصلين في علمه وفضله إذا اجتهد وبذل وسعه في طلب العلم والتفقه في الدين. الوصية أيها الإخوة التفقه في الدين والتبصر في هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وهي الإسلام والإيمان والهدى، والعناية بالقرآن والسنة حفظا وتفقها وتعلما. هذا هو الواجب على أهل العلم، والواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله وأن يتبصر حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصيرة. وعلى أهل العلم أن يدعوا إلى الله وأن يعلموا الناس الخير وأن يأمرهم بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة بصيرة القلب، العلم بصيرة العلم النافع، فمن أعطاه الله البصيرة فقد أعطاه العلم النافع.